في العالم كله اكبر 5 دول، وانا يمكن قلت للرئيس كده، اكبر 5 دول رأسمالية في العالم: امريكا، انجلترا، فرنسا، المانيا، اليابان. عندهم حاجة اسمها حد اقصى لهامش الربح. يعني ما ينفعش ان انا اكون بكلف مثلا على سبيل المثال طن الاسمنت 296 جنيه وابيعه ب 750 جنيه. ضد المنطق، ده ثراء افيال ما يحدث في اي دولة في العالم. انما معروفة كده، اي لبس 20%، اي اكل 25%، صناعات هندسيه، ثلاجات، غسالات، مكاوي، مراوح، مش عارف ايه 30%، صناعات تعدينيه واكتر من كده 35%. هتعمل له ايه الدوله؟ تعمل له ايه الدوله؟ في حد اقصى لهامش الربح يبقى راجل خالف القانون. في عقوبات موجوده، في قوانين طبعا كده اللي يزود. يعني في قانون موجود في انجلترا يقول اللي هامش ربحه بيصنع اكل او باكتر من 25% هنقبض عليه. طب اقول لحضرتك بس قول لي ايوه في طبعا، ايوه في ايوه يا فندم، وهقول لحضرتك الازيد من كده. معلش هقول لحضرتك الازيد من كده، وانا قلتها للست اللي هو عاطف. سنه 2006 كان يحكم العالم راجل رئيس كده، الناس كانوا بيقولوا الراجل ده مجنون، اللي هو جورج بوش الابن. السلع الغذائيه لما زادت ل 48% اصدر هو قرار، ده ضد بقى نقول الرأسمالية والديمقراطية والليبرالية والمهلبية والكلام من ده، ما يزيدش السلع الغذائية عن 25%. والا ساركوزي عمل عقوبات موجودة. ساركوزي نفسه سنة 2008 نفس الكلام، وصلوا 43 عملها 25%. انت ما عندكش العقوبات ده، انت عندك غلاء قلنا لسعر الدولار الزياده. خلاص خلينا من اللي قلناه قبل كده، خلينا في الجديد. الحلقات اللي الرئيس السيسي قال عليها انا هجيب مجموعه من العربيات للشباب علشان يبقى بين الفلاح ونكسر حده التاجر اللي موجود. اي تاجر بقى، يطلع الحاج صلاح، يطلع عاطف باشا، يطلع اي حد، نكسر حده التاجر. من الحلقات اللي ماشيه ورا بعضيها دي مش موجوده. الجمعيات اللي موجوده اللي رجعت لوزاره التموين، جمعيات اللي هي النيل والاهرام والمجموعه دي، ما فعلتش الحاجه اللي عندها. ليه؟ الناس اللي موجودين موظفين. جت الطماطم باعه، ما جاتش باعه، هو قابض مرتبه وقابض الحوافز، وهيقف ويعمل وقفه احتجاجيه وهيدوا له الحاجه. خد يا عم ربنا يخليك، اقعد ساكت عشان ابعد عننا. جمعيات حمايه المستهلك اللي هي الجمعيات مش الجهاز، الجمعيات المدنيه غير مفعله. الحاجه الثانيه عند حضرتك، انت بتشتري المبيدات من السوق والادويه بتاعتها زي ما بتشتري علبه السجاير من اي كشك موجود. وزاره الزراعه تخلت عن الارشاد الزراعي وعن الجمعيات التعاونيه. فانا بروح النهارده اشتري منتج موجود مبيدات، الراجل يقول لي ده تمام، اخده يحرق لي الارض اللي موجوده، مفيش اي رقابه. الدوره الزراعيه اللي كانت موجوده في وزاره الزراعه ما بقتش موجوده. بقى الحاج يزرع قطن، صلاح جنبيه يزرع ذره، الباشا يزرع توت، الباشا يزرع عنب، زي ما عادش. فانت ما عندكش كميات المحصول اللي موجود. الحاجه الثانيه النقل اللي موجود، طريقه النقل والتغليف اللي موجوده في بعض السلع الغذائيه او الخضروات اللي موجوده زي الطماطم، القفص يقوم جاي شائع حته. الصين تغلبت على ده بايه؟ كل حوض خضار موجود، شاب ظريف موجود بمكنه يدخل الحاجه اللي مفعوصه، الحاجه دي يطلع عصير يبيعه على هناك. دي منظومه كلها وسلسله يا استاذ اسامه على بعضها. الاهم من ده ان وزاره التموين مفروض عندها هيئه السلع التموينيه تقوم باستيراد السلع اللي موجوده اللي تكسر بيها حده اي حد. ما عندكش ده. الوزاره نفسها بتجيب صلاح جوده من بره تقول له استورد لي انت القمح، فصلاح يستورد اي قمح باي نوعيه، بنوعيه اي كلام تعبانه، باسعار هو اللي بيحددها. طب مصلحه وزاره التموين ايه؟ في ناس فيها جوه، انا بقولها على في ناس جوه فاسدين موجودين يهموا ان ده صلاح يستورد وياخد منه قرشين. نفس الكلام بيحدث لمجموعه السلع. بس ده اتهام ده كده يا دكتور، ده اتهام يعني ده مش في قضايا اتعملت ليهم؟ مش في تمام. السيد وزير التموين محمد باشا ابو شادي مش مدير مكتبه سعادتك اتمسك في قضيه رشوه لان بيدي الواحد كذا قبل ما يطلع من الوزاره باسبوع؟